ما ينفعش إن أنا أتكلم عن صعوبة البدايات غير ما يكون معايا أكتر شخص اداني سبورت وتشجيع إن أنا أبدأ. أستاذة دينا النحاس، مربية أجيال، سكول ليدر، لايف كوتش، فاوندر اوف بي بوزيتيف، وبالنسبة لي نمبر 1 سبورتر. هايدي ثانك يو سو ماتش، يعني ده كلام كبير قوي وحاجات حلوه قوي، وحقيقي وثانك يو، ميرسي ليكي جدا ان انت شايفه الحاجات الحلوه دي، وميرسي ليكي ان انت اخترتي ان انا اكون اول حد يبقى موجود معاكي في بدايه الطريق، لان انا عارفه انت كويس قوي ان انت هتعملي شغل حلو قوي later on باذن الله، فميرسي ليكي جدا يعني. ثانك يو سو ماتش. بالنسبة لحضرتك، ممكن اقاطعك؟ اتفضلي. انت جبتي منين مربيه اجيال دي؟ من حضرتك. بس انا ما بقولهاش، هي اتكتبت بس. بس حسيت ان هي حقيقيه جدا، لان حضرتك مربيه اجيال سواء از سكول ليدر او في بي بوزيتيف، لان انا شفت بنفسي ناس صغيرات جدا في السن بداوا ياخدوا خطوه الهيلينج والجروث وكانوا موجودين مع حضرتك. اوكي، فانا بالنسبه لي حضرتك مربيه حسيتيني. اجيال فعلا. دي كلمه كبيره قوي عندي، ميرسي يا حبيبتي، تسلمي، شكرا. طيب بالنسبه في راي حضرتك، ليه كتير من الناس بيلاقوا صعوبة في إنهم يبدأوا رحلة الهيلينج أو التغيير؟ إيه العقبات اللي ممكن تقف في طريقهم؟ بصي، دايما في التريننج سيشنز لما بنتكلم على التغيير او بنبدا اي حاجه جديده، بحب قوي اقول للاودينس يعملوا تريننج او يعملوا اكتيفيتي. ربعي ايديكي. لما بتربعي ايدك وطلبت منك ان انت تغيري الترتيب، ممكن تغيري الترتيب بتاع ايدين، حاسه بايه؟ حاسة إني متلخبطة ومش مرتاحة، حاسه اني إيديا في متلخبطه، وضع جديد عليه، مش مرتاحه، ايديا في وضع جديد، وانا عايزه ارجع تاني للوضع للوضع اللي انا اللي مرتاحة عليه. متعوده عليه. هو ده دايما الاحساس بالتغيير. بتيجي تلاقي نفسك بتغيري شغل، انت في الاول بتبقي مش مستريحه قوي، لسه مش عارفه الدنيا اخبارها ايه. بتغيري طريقه الكلام بتاعتك، ما بتبقيش مستريحه قوي. بتغيري طريقه التفكير، ما بتبقيش برضو مستريحه. اللي انا شايفاه واللي انا قريته ومقتنعه بيه، ان دايما التغيير وان انت to step out of your comfort zone بيخليكي تكتشفي حاجات جديده في نفسك انت ما كنتيش شايفاها. حقيقي. ممكن الناس تبقى شايفاها بس انت نفسك انت مش شايفاها. فمن الحاجات اللي احب ان انا اشتغل عليها ان انا كل شويه اغير. تغيري في البيت، تغيري في الشغل، تغيري في الحياة اليومية، في الروتين بتاعك. ماشية من شارع معين، جربي ان انت تمشي من شارع تاني، هتلاقي نفسك اللي هو ايه ده، ما خدتش بالي ان في هنا فتح وفي هنا مش عارفة ايه. هتلاقي حاسة بحاجات مختلفة. فاللي انا اقدر اقوله ان التغيير حلو قوي ومفيد. هو صعب، خلينا نتفق، هو صعب ومش سهل. بس لما بتوصلي لمرحلة ان انت قادرة ان انت تبقي decision maker، وقادرة على التغيير، وقادرة ان انت تغيري حاجات انت متعودة عليها، انت بتحسي ان انت عارفة as if ان انت you gained a new skill، طلعتي خطوة لقدام، حاسة انت فرحانة بنفسك، فدي بتبقى حاجة حلوة قوي يعني. زي ما اتفقنا إن أول خطوة بتبقى صعبة وبيكون فيها مشاعر خوف من المجهول ومن الفشل. إزاي ممكن نتعامل مع المشاعر دي ونقلل من تأثيرها علينا بحيث إن ما توقفش قدرتنا على البدء؟ بصي هايدي، أول حاجة لازم نعترف بالمشاعر، ولازم نسمع لجسمنا بيقول لنا إيه، لأن اللي الجسم بيقوله إحنا ما تعودناش إن إحنا نأكنولج المشاعر اللي إحنا بنعدي بيها. مثلا حد بيعدي بمشاعر حزن، بمشاعر فقد، بمشاعر آم، خذلان، بمشاعر غدر، خيانة، يعني في مشاعر كتيرة جدا. طبعا ما بتكلمش عن المشاعر الإيجابية اللي احنا دايما بنبقى مبسوطين بيها، ودايما بنبقى عندنا إحساس بالفخر والعزة والامتنان والحاجات الحلوة اللي بتبقى موجودة عندنا، سهل إن احنا نتكلم عنها. لكن لما بنيجي نتكلم عن المشاعر اللي مش إيجابية، أنا شايفة إن المشاعر دي صحية، لأن أنا لازم أعدي بالمشاعر الإيجابية والغير إيجابية عشان أنا عايشة حياة. عارفة بالظبط زي لما بتبقي في مستشفى والمونيتور بيفضل طالع ups and downs which means إن دي الحياة full of ups and downs. ولما المونيتور بيبقى بيدي very straight، يا إما الحياة بتبقى stable يا إما الحياة بتكون انتهت.
فأول حاجة عشان نتعامل مع الخوف إن إحنا acknowledge إحنا حاسين بإيه، وإحنا حاسين بإيه. في أوقات ممكن تلاقي حد مثلًا رجليه بتوجعه، ظهرت بُطَش زرقا في إيده، في رجله، وده حصل معايا وحصل مع ناس كتير. ممكن يبقى من الstress، ممكن يبقى من الخوف، ممكن يبقى من حاجات أنتِ بتعدّي بيها وبتكتميها، فبالتالي بتطلع على جسمِك. فأنا لازم أسمع جسمي بيقول لي إيه. صداع، عندي صداع. 3/4 شعب مصر كله عنده صداع. ده حقيقي. ومش عايزة أقول كل الناس عندي صداع، مش كل الناس عارفة السبب بتاع الصداع. فاللي هو إيه، خُد بنادول عشان يسكت، بس هل أنا عالجت الroot cause بتاع الصداع؟ هل لأ. أنا عالجت السبب الأساسي ما أو عرفتش أصلًا السبب. ممكن يبقى ضرس، ممكن يبقى ضغط، ممكن يبقى يبقى stress. تنشنة، ممكن يبقى stress، ممكن يبقى يعني ممكن أسباب كتير. فإن أنا أقف للحظة وacknowledge أنا تعبانة فمحتاجة أريّح، أنا خايفة فمحتاجة آخُد خطوة عشان أتغلّب عن الخوف بتاعي، أو أشوف حد يساعدني أتغلّب على الخوف بتاعي، أو أعمل حاجة تساعدني إن أنا أتغلّب على الخوف بتاعي. فأنا شايفة زي بنقول إيه، الاعتراف بالحق فضيلة. أنا محتاجة إن أنا أعترف أنا حاسة بإيه عشان أعرف أmove forward أو أتحرّك يعني أقف وأقول لنفسي أوكي أنا حاسة بالخوف، حاسة إني داخلة على حاجة أنا مش عارفة ممكن تمشي إزاي، أو خايفة من الفشل أو من الjudgment على الحاجة اللي أنا هابدأها. عارفة في بقى كمان تكنيك حلو أوي بنستخدمه بقى في المواقف دي، الjournaling. إن أنتِ تقعدي تكتبي كل الخواطر اللي بتيجي في دماغِك عن الموضوع اللي قلقِك. طب أنا متضايقة من إيه؟ أكنِّك قاعدة بتتكلمي، أكننا زي ما إحنا قاعدين بنتكلم مع بعض، بس بتكتبي أنا متضايقة من 1، 2، 3 عشان أنا حاسة إن الناس ممكن تحكم عليَّ وتقول كذا، 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 أو الناس ممكن تقول إن أنا فاشلة أو. في النتيجة أنا خايفة من إيه؟ أنا خايفة من الفشل، أنا خايفة من حكم الناس عليَّ، أنا خايفة من منظري، أنا خايفة من شعور الخذلان اللي أنا حسيت بيه قبل كده، ده أنا حسيت بيه قبل كده لمّا كنت كذا وكذا. فبتلاقي نفسِك طول ما أنتِ قاعدة بتكتبي كل ما عمّالة تطلّعي في حاجات عمرِك ما كنتِ بتفكّري إن أنتِ تتكلمي بيها. بالضبط. وده دايمًا بابقى حاطة الجورو بتاع الموضوع ده اللي هو روبن شارما، اللي في ال5 AM club في الكتاب بتاعه لمّا قال خدوا 20 minutes for journaling، إن نقعد نكتب إحنا حاسين بإيه. وعلى فكرة حاسة بحاجات حلوة، حاسة بحاجات وحشة، حاسة بمشاعر سلبية، مشاعر إيجابية، مش مهم، طلّعي اللي أنتِ حاسة بيه. فده برضه ممكن تبقى من الstrategies اللي إحنا نستخدمها للتغلُّب على الحاجات دي. أنتِ بتطلّعي اللي جواكِ وبتحطيه قدامِك على الورقة. في حد تاني ما بيحبش يكتب، ممكن نرسم ما فيش مشكلة. في حد تالت لا بيحب يكتب ولا يرسم، بيحب يتكلم. كلمي صاحبتِك واقعدي اتكلمي معاها وطلّعي المشاعر اللي جواكِ. ابعتي يا ستي سجّلي voice note وقولي أنا متضايقة من 1، ابعتيه 2، لنفسِك 3 أيوه. وابعتيه لنفسِك وبعد كده امسحيه. ففي حاجات كتيرة تقدر تساعدنا على التغلُّب على الخوف. طيب من خلال تجربة حضرتِك الشخصية، إيه أكتر حاجة لقيتيها بتساعدِك لمّا بتكوني واقفة في بداية حاجة جديدة وحاسة إن في صعوبة شوية أبدأ الموضوع ده؟ بُصّي، باحب أوي الآية بتاعة وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم. لمّا بابدأ أي حاجة جديدة أنا بابقى خايفة. believe it or not، حتى لمّا باعمل أي حاجة ودايمًا بابقى seeking perfection، وباحاول إن أنا أقلل الperfection ده عشان it's okay not to be okay. عادي على فكرة، مش لازم أبقى يعني الtop في كل حاجة. فلمّا بابدأ أي حاجة جديدة، أولًا بابقى شايفة إن ربنا حاطط لي الحاجة دي for a reason. إيه هو السبب؟ الله أعلم. ممكن أبقى شايفاه، ممكن ما أبقاش شايفاه. صحيح. بيحطني في طريق، ممكن يحطني في طريق صعب، بس هو عايزني أتعلّم حاجة، عايزني أخرج من الطريق ده أو أخرج من التجربة دي بحاجة يمكن عشان أصلّحها في نَفْسي، يمكن عشان أحسّنها في نَفْسي، يمكن عشان أدخل آخُد خبرة في مجال تاني خالص. فدايمًا بابقى حاطة وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم. أنا مقلّقة أو أنا خايفة بس ربنا شايف إن ده فيه خير ليّا. طيب إحنا كتير مننا وأنا نفسي كنت باعاني من المشكلة دي، إن بنحس إن الخطوات الصغيرة مش كفاية، خطوة صغيرة ما ورّتنيش تغيير كبير أو ما نطّيتش نطّة كبيرة،
أو إن هي مش هتعمل فرق كبير في الjourney اللي أنا ماشية فيها. إزاي ممكن نغيّر النظرة دي ونبدأ نقدّر قيمة الbaby steps؟ الbaby steps دي بقى حبيبتي، يعني أنا لولا الbaby steps في حياتي ما كنتش عرفت آخُد خطوات أوسع وأوصل لحاجات الحمد لله بفضل ربنا وصلت لها. أول ما أنا بدأت مُدرِّسة كمبيوتر، أنا دلوقتي مديرة مدرسة، عندي الشركة بتاعتي، باشتغل life coach، ما شاء الله. باشتغل trainer، باخلّص الدكتوراه اللي بقى لها مليون سَنة مش عايزة تخلص. بس إيه الbaby steps؟ إن عرفت what makes my heart sing. اشتغلت في حاجات كتيرة، ما اتبسطتش أو بادوّر على حاجة بس مش لاقية هي إيه. أول ما دخلت الfield of education قُلت هو ده، جرّبت إن أنا أشتغل teacher، لقيت إنه مش كفاية، طب هاخد خطوة كمان، طب آخد certificate حلو ده، مش كفاية، طب آخد دبلومة حلو، مش كفاية، طب آخد ماسترز. كل دي كانت baby steps أخدتها لغاية لمّا وصلت للtarget بتاعي اللي أنا الحمد لله بفضل ربنا مبسوطة إن أنا وصلت له. فلولا الbaby steps مش هنعرف نوصل للtarget اللي إحنا عايزينه. زي بالضبط لمّا بتطلعي السلِّم، اطلعي سلِّمة، سلِّمة. sometimes ممكن نبقى مستعجلين وناخد سلِّمتين fine، ممكن نعدّي، لكن no way هتعرفي تنطّي السلِّم 3 أو 4 أو 5 steps مرّة واحدة، يعني إلا بقى لو يعني عندنا قدرات خارقة يعني. لكن طول ما أنتِ ماشية step by step هتوصلي. ممكن تتأخّري شوية ما جراش حاجة، بس أنتِ واصلة بحاجة كده بس I'm لطيفة. sure إن أنا هاوصل. you're sure إنِّك هتوصلي، you're sure إن أنتِ you're safe and sound، you're sure إن أنتِ مش هاقع. مش هتُقعي. وحتى لو وقعتِ على فكرة ممكن تُقعي وممكن تتعطّلي وممكن تلاقي نفسِك بعد ما وقعتِ لأ أنا مش هاطلع السلِّم ده تاني، لأ عادي ما تطلعي السلِّم تاني. زي بالضبط وإحنا بنتعلّم العَجَل وإحنا صغيرين، كام مرّة وقعنا فيها وكام مرّة اتخرشمنا فيها وكام مرّة نزّلنا دَم وركبنا نزّلت دَم وقُلنا مش هنركب، وفي الآخر ركبنا العَجَل. وفي ناس صحيح. تانية بتقول لِك لأ أنا مش هاجرّب تاني لإن أنا خلاص أنا مش عايزة أتوجع تاني. فعلى حسب طبعًا الشخصيات يعني. طيب إيه أهم نصيحة ممكن حضرتِك تقدّميها لشخص عايز يبدأ بس هو خايف أو مش عارف يبدأ إزاي؟ يعني خطوة بسيطة ممكن ياخدها دلوقتي لو عايز يبدأ. ينُط في المَيّة. يعني إيه ينُط في المَيّة؟ أنا عملت كده مع نفسي. كان في حاجات معيّنة عايزة آخُدها وعايزة أعملها بس خايفة. خايفة من شكلي، خايفة من رأي الناس، خايفة من الناس هتشوف المحتوى اللي أنا باقدّمه وتشوف محتويات تانية تقول إيه ده ومش عارفة إيه. لقيت نفسي اللي هو نُطّي في المَيّة، إيه المشكلة؟ وفعلًا بالفعل كنت مرّة في دهب وكان الجو ساقعة أوي وفضلت واقفة باكلّم نفسي في المَيّة الساقعة، نُطّي في المَيّة إيه اللي هيجرى؟ هتبقى ساقعة شوية عليكِ ما جراش حاجة، ساقعة شوية ما فيش أي مشكلة، بس هترجعي تاني هتتعوّدي عليه. وفعلًا خرجت من الموضوع ده لقيت نفسي اللي هو إيه، كل شوية نُطّي في المَيّة. بافتكر إحساس السقوعية اللي أنا عدّيت بيه، بس أحلى إحساس بعد كده لمّا بتحققي اللي أنتِ نِفْسِك فيه، بتدخلي حاجة جديدة أنتِ ما عملتيهاش قبل كده أو ما جربتيهاش قبل كده، وبتلاقي إن أنتِ you're performing وبتتحسني كل مرّة. طب أنا هاغيّر حاجة، طب أنا هاحسّن ده، لأ أنا هاشيل ده وهاحط ده، فبتلاقي نفسِك إن أنتِ لأ مبسوطة، لأ ليه؟ فنصيحتي نطّوا في المَيّة. ده هتنطّي اللي في أنا المَيّة؟ عملته، ده اللي أنا عملته مع البودكاست، إن أنا برضه كنت قلقانة طب هيبقى في content كتير زيي، بعدين اللي أنا فكّرت لأ، إن أنا باعمل دي لpurpose معيّن وكل واحد عنده purpose مختلف من الشغل اللي بيعمله، فقررت إن أنا أنُط في المَيّة فعلًا زي ما حضرتِك قُلتِ برافو لي. عليكِ. وأنا I'm so proud إن أنتِ نطّيتِ في المَيّة، Thank you وأنا so much. متأكدة 1000% الpodcasts بتاعتِك هيبقى لها flavor مختلف كده، إن شاء الله إن بإذن شاء الله. الله. أنا مبسوطة جدًا بالكلام مع حضرتِك بجد، أنا مش عايزين نخلّص، يعني لينا لا، لا قعدات أنا معاكِ كتير إن أهو، شاء الله. يالّا إن شاء الله. لينا قعدات كتير وشكرًا جدًا لحضرتِك My بجد. pleasure حبيبتي، شرفتيني وأهلًا بيكِ في أي وقت. بعد ما اتكلمنا في موضوع النهارده، يا ريت كل واحد فينا يفكر في ايه هي الخطوة الصغيرة اللي يقدر يبدأ بيها بكرة أو حتى دلوقتي، حتى لو كانت بسيطة جدا. ومش عايزاكم تخافوا من اللي هيجي بعد البداية، لأننا في The Wellness Squad هنكون معاكم في كل خطوة. والمرة الجاية هنتناقش في موضوع مهم جدا بنفس أهمية البدايات. طب أنا بدأت وبعدين هنعرف ازاي نحافظ على شغفنا ونكمل رحلتنا بعد أول خطوة. استنونا المرة الجاية وموضوع جديد هيدينا دفعة لقدام. باي.